في رمضان اللي فات اتعرض لنا واحد من المسلسلات القلائل اللي أنا كنت ناوي أتفرج عليه، وهو مسلسل النص لأحمد أمين. ولما عرفت إن المسلسل قصة حقيقية ومستوحاة من مذكرات نشال للكاتب يوسف حسني، واللي جمعها بعديه الكاتب أيمن عثمان، شغلتني جدا وبدأت أدور في القصة الحقيقية وأقراها وأعرف إيه الخبايا بتاعت العالم ده. ولقيت إنها قصة لذيذة جدا إنها تتحكي وإن أنا أعمل عليها فيديو. فتعالى في الفيديو ده نعرف قصة المعلم عبد العزيز النص، كبير نشالي مصر المحروسة في العشرينات. وعايزك تكون عارف إن القصة بتاعتنا بتدور سنة 1927 فيما قبلها، لأن المذكرات اتكتبت وقتها. يلا بينا. بيقول الكاتب يوسف حسني إن هو كان قاعد في المكان اللي متعود يقعد فيه، بيشرب قهوته عادي جدا. فجأة لقى شخص في أواخر الأربعينات أوائل الخمسينات داخل عليه، وباين عليه إن هو يعني مش شخص عادي، لأ، باين عليه إن هو شخص بيه كده وابن ناس وبتاع. والناشر والكاتب حسني يوسف رحب بيه جدا وقال له اتفضل وإيه وقعدوا معاه. فالراجل ده بيقول له: أنت حضرة اللي كتبت مذكرات فتوة ليوسف أبو حجاج؟ آه يا أفندي، أنا الكاتب يوسف حسني اللي كتبتها. حلو. انا كمان عايزك تكتب لي مذكرات، لان انا في الكتابه والقرايه يعني ايه، على قد قوي يعني. تمام يا افندي، اتشرف بيك. حضرتك طبيب ولا مهندس؟ لا ده ولا ده، محسوبك المعلم عبد العزيز النص، اكبر نشال في مصر المحروسه. الله الله الله، انت جاي تهرج معايا ولا ايه؟ في حاجه في نافوخك ولا ايه يا افندي؟ ولا بهرج ولا بعمل، انا واحد عشت حاجات وقصص عجيبة ومثيرة وطريفة جدا في حياتي، والقراء بتوعك هيكونوا سعداء جدا لما يقروها، وهقول لك على شوية اسرار في عالم النشل محدش يعرفها. طيب يا افندي ماشي، اتفضل احكي. استأذنك ثانية واحدة، تجيب ورقة وقلم واجي. وكل اللي جاي على لسان المعلم عبد العزيز النص. اتولد عبد العزيز النص من اب وام ما خلفوش غيره، يعني من الاخر كان هو الحيله، كان هو اللي على الحجر. وكان ابوه مش غني ومش فقير، كان ابوه عادي جدا، اللي نفسه فيه بيجيبوه له، ما كانوش محرومين من حاجه، كانوا عايشين كويس. وعبد العزيز ما اتحرمش من اي حاجه. اتصاحب على شخص اسمه محمود دقدق. الشخص ده كان صاحبه جدا، وكانوا هما الاتنين متعودين ان هما يسرقوا مع بعض وهم صغيرين. تقول لي بيسرقوا ليه؟ اقول لك مش بيسرقوا بغرض ان عبد العزيز كان محتاج فلوس او حاجه، لا لا، هو بيسرق لغرض المتعه والحاله والادرينالين والقصص دي كلها، لكن هو ما كانش في الفتره دي محتاج ان هو يسرق اصلا، يعني من الاخر كان بينشل لمتعته الشخصيه فقط. عبد العزيز الشخص اللي لسه مش كبير وتقريبا عمره 10 سنين او اقل، بيحكي انه الحاجه الوحيده اللي كان بيحبها وبيستلذ بيها وهو بيعملها هي النشل. هي دي الحاجه اللي لقى نفسه فيها، ولقى نفسه ان هو بيعملها احسن من اي حد تاني. تقدر تقول ان عبد العزيز عاش صراع تقريبا طول عمره عشان عايز يبطل نشل، وفي نفس الوقت هو بيعشق النشل او السرقه. وهتفهم الصراع ده قصته ايه قدام. المهم، اول حاجه غزت احساس عبد العزيز انه لازم ينشل ولازم يسرق ولازم يقلب محافظ، هو موت ابوه اللي مات وهو في سن صغير جدا، واحتياجهم بقى ساعتها للفلوس، واضطر ان هو يسرق عشان يعرف يعيش امه واخواته، ويعرف يصرف عليهم ويعرف يصرف على البيت عامه، لان هو كان الكبير. فاضطر ان هو ياخد الهوايه اللي هو بيعملها دي وهي النشل، يحولها لمصدر رزق وفلوس، ويكبر الشغل ويكبر الدنيا. وفعلا عبد العزيز بدأ في كار النشل والسرقة، وبدأ ينشل محافظ، ساعات، خواتم، ذهب، فضة، أي حاجة أي حاجة أي حاجة بتتسرق أو بتتنشل كان بيعمل. وابتدى يكسب فلوس كتيرة جدا من السرقة والنشل، والدنيا بقت لذيذة جدا والدنيا مشيت معاه. وقرر بقى إيه عبد العزيز اللي كبر في السن دلوقتي، قرر إن هو يتجوز ويترستق وإيه، يشوف له عروسة كده ويخلفوا حتة عيل، والدنيا هو خلاص دلوقتي بقى معاه فلوس وبقى قادر إن هو يعمل اللي هو عايزه. وعشان البوليس ما ياخدش باله منه، قرر إن هو يفتح محل زي غسيل أموال كده، ويكمل بقى نشل يجيب بمزاج، بس يبقى معاه محل ومتجوز والدنيا تمام. وفعلا عمل كده والدنيا تمام، وبينشل لمصلحته ولمتعته الشخصيه زي الاول، والدكان والاشياء بقت معدن، متجوز وكل حاجه فل، لحد ما جاله حماه او عم وابو مراته وبيقول له: عبد العزيز، احنا عرفنا ان انت نشال، وهل الكلام ده حقيقي؟ فهو طبعا انكر كل الكلام ده كله وقال لهم لا. المهم قعدوا يزنوا عليه وكده ويواجهوه بالموضوع، وقدموا له شويه دلائل ان هو لا، انت فعلا، انت عبد العزيز النص فعلا، وانت نشال. لحد ما في الاخر عبد العزيز ما قدرش يقول لهم لا، وقال لهم انا عبد العزيز النص ونشال. فقالوا له: لا، انت ما ينفعش تكمل كده، انت لازم تبطل. فقال لهم: لا يا جدعان، مش هينفع لا، انت لازم تبطل، وهتحلف يمين طلاق ان انت عمرك ما هترجع للسرقه تاني. فحلف لهم فعلا يمين ان هو مش هيرجع للنشل تاني، وان هو هيبطل ويتوب ويبطل كل الجرائم اللي هو كان بيعملها وخلاص. وحلف لهم ان هو طبعا هيمشي طريقه المستقيم وملوش دعوه بقى بالايه، بالسكك العوجه والنشل والكلام الفارغ ده، لا خلاص، هيركز في الدكان وخلاص. تاب توبه نصوحه عن كل حاجه
في الحاجات السرقة اللي كان بيعملها وخلاص وبطل والدنيا تمام، لحد ما جت سنة 1914. لو انت شاطر في التاريخ هتبقى فاهم ان السنة دي هي سنة بداية الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى بدأت ساعتها، فطبعا ده أثر على كل حاجة في العالم، فالأسعار زادت، الحاجات اللي هو كان بيبيعها أسعارها زادت، فمبقاش ملاحق. المهم ان هو فلس، ما بقاش لاقي ياكل، وبقى يا مولاي كما خلقتني، معوش نكلة بجد. ساعتها ابتدى ان هو يتصرف كأي واحد اب اسرة او صاحب بيت وفاتح بيت، ان هو لازم يشوف له شغلانه، لازم ما فيهاش ان هو لازم يشتغل ويشوف مصدر رزق حلال، ومش هينفع يرجع للسرقه تاني عشان ما يطلقش عيب. فقدم هنا قدم هناك بتاع، لحد ما قدم في مصلحه الترام. ومصلحه الترام وقتها كانت من اكبر المصالح الموجوده في البلد، لان هي مسؤوله تقريبا عن مواصلات مصر تقريبا كلها. فقدم، وطبعا ما اتقبلش بسهوله، اضطر ان هو يدفع رشوه ويعافر ويحاول ويروح لده ويروح لده لحد ما يقبلوه. وفعلا قبلوه، واشتغل عبد العزيز كمساري في الترام. كانت شغلانه جميله جدا، عارف يشتغل، الدنيا كويسه، فلوسه كويسه. وقعد في الحياه الجميله ديت الهاديه لمده 8 سنين. 8 سنين شغال كمساري زي الفل، الى ان جاءت السنه التاسعه. في السنه التاسعه عبد العزيز زهق بجد، زهق من الحياه اللي هو عايشها، زهق من الشغل اللي هو شغاله، زهق من مصلحه الترام، زهق من مديره، زهق من كل حاجه. زهق وقرر ان هو ايه عليا وعلى اعدائي، تخرب على الكل. ليه؟ لان في الوقت ده كان في اضراب معمول من العمال اللي موجودين في مصلحه الترام. فعبد العزيز كان معروف عليه طبعا ان هو حلنجي، وان هو دمه خفيف، وان هو مش محبوب من كل الناس، مفيش حد ما بيحبوش، قبوله كده وكاريزما عاليه، فالناس كانت بتحبه يعني. فالمهم في الوقت ده عبد العزيز دخل خطب خطبه في الناس، حركت مشاعرهم كلها ضد صاحب الشغل، صاحب المصلحة، ومديره، وكل الناس. شتم في كل الناس، ما قال لك بقى ايه، فاهم، عليا وعلى اعدائي. فطبعا الكلام ده ما عجبش المدير، لان طبعا الناس كلها اتفاعلت معاه جدا وقعدوا يشجعوه جدا، فمنطقي ان هو ما يعجبش المدير. فاكيد اكيد 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 في الاخر هينتهي بيه المطاف ان هو اترفد. بيني وبينك كده، هو عمل فيها قدامهم ان هو متضايق، واللي هو وانتوا بس من جواه كان حاسس ان هو فرحان جدا، كان حاسس ان هو انا رجعت حر، انا حاسس ان انا تمام. لان من الاخر هو اعتبرها ان هي اشاره ان هو يرجع النص بتاع زمان، يرجع زي ما كان عايش، يرجع المعلم الكبير اللي كان اكبر نشال في مصر، واعتبر ان الحوار ده كله اشاره. وبدا يفكر اللي هو طب اليمين، طب اعمل ايه، انا عايز ارجع للسرقه خلاص. هو عارف ان هو كان انا هرجع للسرقه، اعمل ايه بقى عشان احل حوار اليمين ده؟ انا قلت لك ان هو بيحب عيشه ومش عايز ان هو يرمي عليها اليمين. فقعد يفكر مع نفسه لحد ما ايقن ان هو لازم يروح يسال فيها شيخ. المهم نزل راح الازهر، دخل لقى شيخ كده وشه سمح، قال له يا شيخنا اعمل ايه عشان ما طلقهاش؟ تجيب 20 شخص محتاج، فعلا محتاج، مسكين، وتطعمه، تمام؟ فقال له بس كده؟ قال له اه بس كده، كده اليمين يبقى خلاص راح. رجع النص للسرقه تاني، خلاص بقى ما بقاش عبد العزيز دلوقتي، بقى النص، بقى المعلم النص خلاص. وفي اول يوم للنشل لبس اشيك بدله عنده واتأنتك ونزل عشان يبدأ أول نصبايا. فراح لتياترو علي الكسار اللي كان وقتها نجم المرسح الأول والدنيا والحكاية. فراح للتياترو بتاعه ودخل، بص بعينه كده على الناس اللي قاعدة يمين شمال بتاع، ما حسش إن في حد يستاهل إن هو يسرقه، لأن النص كان عنده مبادئ جدا في السرقة أو في النشل. كان بيشوف الناس اللي معاها فلوس كتيرة وأغنياء، وما كانش بيسرق من فقير، أو ما كانش بيسرق من حد هو شايف إن هو شبهه، كان بيسرق من الناس اللي هي اللي باين عليها الثراء الفاحش. فالمهم مشي من المرسح وقال لك خلاص بلاش، وراح للسينما الامريكاني. فهو في السكه شاف راجل شكله متأنتك على الاخر، بدله ايه، جرافته ايه، جزمه ايه، الدنيا معاه باين عليه الغنى الفاحش. ففضل ماشي وراه، يدخل هنا يخش معاه، يخش هنا يخش معاه، وراه فضل له ما بيفرقوش، لحد الوقت المناسب جه وقام سالت منه المحفظه، وجري جري استخبى وسط الناس، ركب الترام هبق خلاص. المهم بيفتح المحفظه ما لقاش فيها غير 3 صاغ، بعد كل الليله اللي حصلت ديت وشكل الراجل الغني، 3 صاغ بس، هو ده اللي لقاه، مفيش حاجه اكتر من كده، اللي هو 3 قروش يعني. طبعا فقد الامل وقال لك هي بينها انا نحس وعارف نفسي. كان زي ما قلت لك ان هو قطع تذكره لتياترو بتاعت علي الكسار، فخلاص ارجع تاني اروح للتياترو واتفرج على العرض عشان حتى التذكره ما تبقاش راحت. فراح دخل قعد. فالمهم جت قعدت جنبه واحده على لسانه على وصفه، واحده كبيرة في السن وكبيرة في الحجم، وقعدت جنبه ومليانة دهب. هي ماشية بغوايش هنا وغوايش هنا وسلاسل ودهب كتير جدا، على حد وصفه وان هو بيقول ان منظرها كده كان محتاج حراسة تمشي معاها عشان تأمنها. فطبعا حطها في دماغه، وفي انسب فرصة جت قام سالت منها المحفظة بتاعتها او البوك بتاعها، وخده ومشي جري. فبعد ما مشي بيفتح المحفظة لقى فيها تقريبا 3 جنيه ونص، ده رقم ابن لذينه وقتها،
ابن لذينه بجد، رقم كبير جدا، وخاتم وغويشه. طبعا فرح جدا جدا وروح بقى مزقطط، خلاص بقى الدنيا كلها ايه يعني، خلاص قام سالت طبعا، قام بايع الخاتم والغويشه وبتاع واخد الفلوس كلها ومروح. ولما راح لعيشه قام ادالها فلوس عشان تروق الدنيا وتروق على حالها بقى وايه، تتبسط هي مع نفسها. وقابل صاحب البيت. صاحب البيت ده ما كانوش هم على وفاق مع بعض، لان الايجار طبعا كان بيبقى متاخر، يعني هو ما كانش بيحبه، فاداله 3 شهور ايجار مقدم، وقال لك يا واد يا نص انت لازم تدلع نفسك وتمنجيها كده، انزل اشتري لي جلابيتين كده ايه عشان الدنيا تبقى كويسه. وفعلا عمل كل ده باول نشله بس، واتبقى معاه فلوس كمان. فالمهم هو خلاص بقى ايه، نزل عشان يعمل النصابيه التانيه، فركب الترام. فهو قاعد في الترام شاف حتة واحدة على حد وصفه، فلقت قمر بدر منور، فقعد جنبها ودور بينهم الكلام وتصاحب عليها وايه. وهو كان زي ما قلت لك هو حلنجي ودمه خفيف، فايه فالجو ده بياكل، فاتصاحب عليها وبتاع وتصاحبوا على بعض وبقوا يتكلموا ايه طول ما الترام ماشي. عرف ان اسمها رسمية وساكنة مع جوزها، بس دلوقتي هو مسافر فهي قاعدة لوحدها. فهي عرضت عليه ان هو يجي يقعد معاها في البيت شوية يعني، تمام. فهو ايه طبعا يعني هو وافق، هو اكيد مش هيقول لها لا. وهم مروحين قامت رايحه اشترت ازازه كونياك وراحوا البيت. فراحوا البيت طلعوا دخل وايه، وقالت له اقلع ده والبس دي بتاعت جوزي، تعالى نسميه اباظه، فيلبس دي بتاعت سي اباظه. فقال لها ماشي، لبس اللبس وقعد وبتاع وبيشربوا. فالمهم دخل عليها العيل الصغير اللي هي كانت مشغله معاها، قال لها ايه الحقيقه يا ست رسميه، سي اباظه رجع من السفر، سي اباظه رجع من السفر. فطبعا هي اتخضت جدا والنص اتخض جدا، فقالت له انزل من هنا بسرعه وهخلي الواد ينزل لك لبسك. ونزلته من باب تاني في البيت. نزل وفضل قاعد، الواد فعلا نزله اللبس، فلبس وايه لبس بدلته ورجع تاني بني ادم محترم، وقام ايه طالع على الشارع، ركب الترام ومروح بقى لمراته، وقاعد كده فاهم جنب الشباك، القعده اللي بيقعدها كل الناس، بيفتكر بقى احلامه وبيشكر ربنا ان هو نجاه من المصيبه اللي هو كان اتحط فيها. فجاله الكمساري بيقول له الاجره حضرت، فقال له حاضر، بيحط ايده في جيبه ما لقاش المحفظه، وعرف ان رسميه نصبت عليه وسلتت منه المحفظه، وان كل اللي حصل ده قصه وهميه هي اخترعتها عشان بس تنشره. بالنسبه له كانت صدمه كبيره، اللي هو انت بتسرقي النص ازاي؟ الحياه مشيت عادي طبيعي، كل يوم بينشل اشكال والوان من الناس، والدنيا ماشيه معاه كويسه، والفلوس بتكتر مع الوقت، لحد ما جاله خبر موت المعلم بتاعه اللي كان معلم عليه وهو صغير، واللي كان الرئيس بتاعه وهو صغير، وكان شايفه مثله الاعلى وكان بيحبه جدا، وهو الرئيس تهامي. الرئيس تهامي ده كان شخص مؤثر جدا في حياه النص. فلما عرف قال لك لا، انا كنص انا لازم انا اروح العزاء، اروح اعمل واجب العزاء. وفعلا راح النص يعمل واجب العزاء في الرئيس تهامي، ويشوف مراته ويشوف لو في ولاد ليه يديهم اي فلوس او يرعاهم او اي حاجه من الحاجات دي. وتفاجئ ان مراته اسمها عزيزه ومعاها عيل صغير كده اسمه زقزوق. العيل ده كان تقدر تقول ان هو في المراهقه او مراهق، او يعني من 12 ل 18 سنه، في الرينج ده من العمر. وعرف منها انها دلوقتي مش لاقيه مكان تعيش فيه، وانها بتدور على اوضه او بيت او حاجه صغيره تلمها هي وابنها وتعيش فيها. فالنص قال لها طب ما تيجي تعيشي معانا وعيش، احنا عندنا اوضه زي ده في البيت. في الاول قالت له لا ما ينفعش ومش عارف ايه، وفي الاخر ايه وافقت وراحت معاه. وقال لها انا هعيشكم معايا في البيت، وهاخد زقزوق هشغله معايا وادربه انا على ايدي. وفعلا ده اللي حصل. من وقتها خد زقزوق تحت جناحه وبقى يعلمه اصول الصنعه واصول الكار واصول الشغلانه، بيعلمه بقى اساليب السرقه والطرق والحاجات بتاعه النشر والحاجات دي. ومن ضمنها علمه طريقه اسمها الطريقه الامريكانيه. والطريقه الامريكانيه دي باختصار هي ان النص بيعدي من قدام الضحيه اللي المفروض يسرقوها هما الاثنين، ويقوم رامي محفظته عن قصد. فالضحيه يشوف محفظه على الارض فيقوم واخدها. فهو بياخدها يقوم ظاهر زقزوق يقول له ايه دي محفظه انت لقيتها حرام، انا شفتك، احنا لازم نقسم يا اما هفضحك وبتاع مش عارف ايه. وفي الوقت ده بقى يقوم النص راد التاني عليهم، وانتوا بتسرقوني وانتوا مش عارف ايه، فالناس كلها تتلف. فيقوم النص وزقزوق والناس كلها ملمومه كده يقوموا ناشلين المحافظ اللي يقدروا ينشلوها في الوقت ده. وطبعا اولها هي محفظه الراجل الضحيه ده. دي الطريقه الامريكاني باختصار. وكان بيعلمها لزقزوق، بيعلم حاجات كتيره جدا لزقزوق، كانه المنتور بتاعه. والعمليات عماله بتكتر والشغل بيحلو. ومن اول ما زقزوق جه ما بقاش النص لوحده، لا بقى معاه دراع اليمين، والدنيا كويسه. وفي عمليات ما كانش بيعرف يسرقها عشان هو لوحده، بقى معاه حد تاني. فالعمليات بتكتر عليهم والفلوس بتكتر والعداد بيعد والدنيا بقت جامده قوي. في يوم من الايام جه للنص واحد صاحبه من بتوع زمان قوي، وكان نشال زيه واسمه محمود عطيه. الراجل ده كان نشال زي النص، وكانوا يعرفوا بعض من زمان جدا. عرض عليهم فكره ملعوب جديد مختلف جدا، وهي ان ماذا لو سافرنا اسكندريه او الاسماعيليه زي البشوات الكبار، ولبسنا شبههم ولبسنا بدله وتأنتكنا وبقينا
شكلنا بشواتي، وركبنا الترام أو ركبنا القطر وقتها واتعرّفنا على بشوات وإحنا شكلنا بشوات زيّهم وبقينا متصاحبين عليهم، وفي عِز ما إحنا متصاحبين كده ننشل بقى نشوف ده بقى مثلًا ننشله، نعمل مع ده صفقة، ننصب هنا نصبايا، نعمل بتاع، المهم نخُش وسط البشوات. بالنسبة لك الكلام ده عادي جدًا دلوقتي، بس أنا عايز أقول لك إن الكلام ده كان قبل 1927 يعني حرفيًا قبل 100 سَنة من دلوقتي، فاهم؟ الفكرة دي كانت ساعتها مختلفة عن دلوقتي، والعالم كان ساعتها مختلف عن دلوقتي. فالمهم النُص عجبته الفكرة وعينه لمعت وأُعجب جدًا بالملعوب الجديد ده، فخد زقزوق ونزلوا راحوا اشتروا بدلتين ألاجة وبدلتين من البدل اللي هي بتاعة الناس اللي هي البشوات اللي هي بيدفع لها فلوس كتير. تاني يوم ركبوا قطر اسكندرية، وهُم في الطريق قعد جنبهم واحد بجِبّة وقفطان شكله عُمدة جدًا، شكله عُمدة يعني، وشكله معاه شيء وشويات، يعني شكله معبّي فلوس، وفعلًا طلع عُمدة وده عرفه النُص لمّا ضربوا معاه صحوبية وبلفوه في الكلام واتصاحب عليهم، وسكنوا مع بعض في نفس الفندق، وطبعًا هُم مغيّرين شخصياتهم، يعني هُم مغيّرين أساميهم. وقعدوا معاه يوم كامل قضّوه معاه في الأوتيل وفي الفندق، وفي آخر اليوم نشلوا منه المحفظة اللي كان فيها تقريبًا 250 جنيه، وده رقم ابن لذين ده رقم كبير جدًا، وما اكتفوش بكده لأ، تاني يوم سرقوا كمان باشا كبير جدًا، سرقوا منه تقريبًا 500 جنيه، فأنت الأرقام هنا واللعب هنا بقى كبير أوي عليهم. وبعد ما سرقوا الكلام ده كله وجمعوا الثروة المهولة دي كده، قالوا يا فكيك إحنا نرجع بلدنا أولى بينا ونبعد عن كل اللبش ده كله، لأن برضه النُص كان ذكي، عارف إن هو بيلعب برّه أرضه وبيلعب برّه دنيته، لإنه كان برضه خايف من إن هو يتكشف أو يتشد على الكراكون، لإن النُص كان نضيف تمامًا، كان عمره ما راح كراكون وعمره ما شاويش قفشه ولا بوليس شافه ولا أي حاجة من الحاجات دي، كان نضيف جدًا، فخاف لا يدوا مفك في سمعته يعني زي ما بيقولوا، خفيف كده أروح وأرجع، وفعلًا رجعوا القاهرة وسابوا اسكندرية بس رجعوا معاهم فلوس كتيرة جدًا، وطبعًا فلوسهم هُم الاتنين النُص وزقزوق عمّالة بتزيد وعملية ورا عملية، وعزيزة أم زقزوق دخلت معاهم في اللعبة وبقت تجرجر الزباين لحتة معيّنة، فالنُص وزقزوق يظهروا ينشلوا المحافظ بتاعتهم، يعني بقوا زي ما تقول كده بقوا جانج أو بقوا عصابة، والدنيا بقت زي الفل وبقى يحوّش فلوس تحت البلاطة وفلوس كتيرة جدًا ممكن تكون وصلت تقريبًا ل3500 كان محوّشه، من كل بقى النشل والسرقة الغنايم والحاجات دي كلّها، لحد ما في يوم من الأيام أنا المعلم عبد العزيز النور. المعلم عبد العزيز قاعد بيشرب كوباية شاي في البيت مع عيشة ومزاجه رايق والدنيا عال العال. في لحظة صفا كده قال لها بقول لك ايه يا عيشة، انا بفكر في حاجة. بتفكر في ايه يا معلم؟ انا بفكر اتوب بقى عن كل الكلام ده وابطل سرقة واتجوز عزيزة واجمع ما بينكم انتوا الاتنين ونعيش كلنا وافتح دكان هشتغل فينا وزقزوق ونفضها سيرة بقى كده وكفاية بقى العيشة الحرام اللي احنا عايشينها دي. وعيشة وافقت، قالت له لا لازم تعمل كده وبتاع، ووافقت على الكلام ده وما اعترضتش في فكرة ان هو يتجوز عزيزة ووافقت، وفعلا خد القرار ده وبطل سرقة تاني او للمرة بقى الرابعة او التالتة، وقرر ان هو يتوب والمرة دي توبة نصوحة جادة مش هيرجع تاني. وفعلا قرر عبد العزيز النص ان هو خلاص يتوب ويبطل كل الكلام ده كله. فخد زقزوق وراحوا مسجد الحسين، دخلوا جوه الشيخ قالوا له يا شيخ احنا 1 2 3 واحنا عايزين نتوب لربنا وعايزين نبطل كل الكلام ده كده وعايزين التوبة تكون مقبولة، المفروض نعمل ايه؟ قال لهم قوموا اتوضوا وتعالوا كلنا نصلي دلوقتي، وكل واحد كده ايه يحط نية التوبة وهو بيصلي. فقالوا له ماشي، وفعلا اتوضوا وصلوا فعلا وايه وخلاص وخلصوا الصلاة، خرجوا من المسجد لقوا مساكين وفقراء حوالين المسجد، طبعا قعدوا يتصدقوا ويتبرعوا على قد ما يقدروا. ومن وقتها والنص وزقزوق قرروا ان هم خلاص كفاية احنا نركز في الحياة الحلال، كفاية عيشة حرام لحد كده. وراحوا بعدها اجروا محل كبير جدا واشتغلوا فيه. اول شهر كانت الدنيا مأزمة لانه حط فيه كل فلوسه، تاني شهر تالت شهر واحدة واحدة ابتدت الفلوس تكتر في ايده تاني، وابتدت الفلوس الحلال بجد تكتر في ايده لحد ما بقى مكسبه من الدكان بتاعه اكتر بكتير من اللي كان بيعمله في السرقة. وكان عليه شوية ديون لناس معينة كانوا مدينينه، ورد كل ديونه وعمل كل حاجة في ظرف سنة وبقى يكسب بس من الدكان بتاعه، وعاش هو وزقزوق وعزيزة وعيشة في نفس البيت مع بعض بعد ما اتجوز عزيزة وجمع بين الاتنين، وبطل كل حاجة وما رجعش تاني إلى أن مات، وأنا مش عارف هو مات إمتى ولم يستدل على ذلك. قصة عبد العزيز النص مش عارف ليه أنا شفتها صراع ما بين شخصيتين، صراع ما بين عبد العزيز الشخص اللي عايز يعيش عيشة حلال وما يسرقش ويحاول يبقى كويس، والنص الشرير الشخص اللي عايز يسرق عشان هو بيحب السرقة مش عشان هو محتاج فلوس قد ما هو بيحبها وبتحقق له حاجة في نفسيته. أنا ما شفتش القصة دي غير كده الصراحة، شفتها صراع ما بين الشخصيتين دول، مرة عبد العزيز يكسب ومرة النص يكسب، مرة عبد العزيز يكسب ومرة النص يكسب. أنا شفت إن القصة دي الصراحة قصة لذيذة جدا، وأنا أصلا بحب القصص اللي في العصر ده، فبعد ما دورت عليها
شوية قُلت ليه لأ، ما أعمل لها فيديو عادي يعني وأتكلّم فيها، جايز يكون حد مهتم زيّه زي حالاتي كده. وفي بعض الأقاويل بتقول إن القصة دي مش حقيقية، وإن المؤلف يوسف حسني هو اللي كتبها، هو اللي ألّفها، وهو اللي عمل الشخصية بتاعة النُص، وفي قصص تانية أو روايات تانية بتقول لأ، دي كانت حقيقية، وإن فعلًا في حد في الزمن ده كان عايش كان اسمه كده، الله أعلم. بس القصة دي وصلت لنا جمعها في الآخر الكاتب أيمن عثمان، هو اللي جمع في الآخر القصة دي، وهو اللي أعاد صياغتها وأعاد نشرها بطريقة تكون أحسن أو بطريقة تكون يعني أجدد ومناسبة للعصر اللي إحنا عايشين فيه. بس الحمد لله إن ربنا خلّاني أقدر أعمل هذا الفيديو. أشوفك في الفيديو الجاي، ده لو أنت قررت إن أنت تكمّل وتشترك وتكمّل معايا الرحلة بقى في اليوتيوب والإنترنت والكلام ده كلّه، وأنا زياد، سلام.